النهارده هنعمل مع بعض وصفة لذيذة قوي وسهلة وسريعة. هنعمل مع بعض كوكيز العبد اللي بنضيع عليه كل فلوسنا وكل شوية بنروح نشتريه. هنعمله في البيت بكل سهولة وبساطة وبمكونات بسيطة جدا، والنتيجة هتبهركم بجد. النتيجة هتنافس الجاهز وأحلى كمان. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. 300 جرام من الدقيق بما يعادل كوبايتين وربع، ومعايا تلتين كوب من السكر البودرة حوالي 100 جرام، ومعايا معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعايا 125 جرام من الزبدة، و30 جرام من الزيت يعني حوالي 5 معالق، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، و6 جرام من البيكنج باودر، وبيضة، وكمان رشة فانيليا. اول حاجه هعملها هي اني هضيف الزبده مع السكر وهقلبهم مع بعض كويس قوي. انا معايا سكر بودره منخول كويس قوي عشان طبعا ادخل له هواء ويكون يعني ما فيهوش اي تكتلات. طبعا السكر البودره لو بالكوب هيبقى تلتين كوب، لو بالجرام هيبقى حوالي 100 جرام، والزبده 125 جرام وبرده حوالي تلتين كوب. طبعا لو هتعايري بالكوب تمام، بس بالميزان المكونات او المقادير بتكون مظبوطه اكتر. طبعا انا مش هستخدم النهارده اي محضرات طعام ولا عجان ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجه. انا بالسباتيلا بتاعتي كده هقلب السكر مع الزبده لغايه ما السكر يدوب كويس قوي، والزبده كده درجه حرارتها تفك شويه وتمتزج كويس مع السكر. وبعد كده هضيف الزيت زي ما قلت لكم حوالي 5 معالق او 30 جرام بالظبط من الزيت، وطبعا يكون زيت نباتي ذرة او عباد شمس يكون جودته كويسة. بعد كده ضفت البيضة، برضو البيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش ساقعة، وده مهم جدا عشان الزبدة ما تقطعش معايا او تخرز. وضفت رشة من الفانيليا وقلبتهم مع بعض كويس قوي وركنتهم على جنب. نيجي بقى للمكونات الجافة. طبعا الدقيق انا ضفت عليه اللبن البودر، وهنا اضافه اللبن البودر اختياريه يعني مش اساسيه، بس بتدي غناوه وطعم حلو قوي للكوكيز. وضفت 6 جرام من البيكنج باودر يعني حوالي نص معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ما تكتروش عن كده. وضفت كمان الكاكاو المر الغير محلى، الكاكاو الخام او اي نوع كاكاو يكون جودته كويسه، عشان ده هيفرق معانا في الطعم جدا، بيدينا طعم شوكولاته اكتر او طعم حلو يعني. فاهمين قصدي؟ بعد كده ضفت المكونات دي على الخليط السائل اللي انا جهزته في الاول، وهقلب كويس قوي اهو. ضفت شويه بشويه وهقلب. طبعا انا ما بعجنش، انا بقول لكم الكلام ده كل مره في اي فيديو بنعمل فيه بسكوتات او بيتي فور او كوكيز. العجينه ما بتتقلبش لان هي عجينه رقيقه قوي ما بتحتاجش عجن كتير. يعني بنقلب كده بالسباتيلا او باطراف صوابعنا، بنلم العجينه بس لغايه ما تسيب ايدينا وتسيب الطبق اللي بنعجن فيه او بنقلب فيه. اهو بصوا العجينه لمت، يعني طالما مستخدمه خامات كويسه ومستخدمه المقادير مظبوطه هتطلع معاكي النتيجه على الشعره. اهو خلاص هي كده العجينه لمت معايا، وزي ما وريتكم يعني سابت ايدي ما بتلزقش في ايدي. خدت حته كده واختبرتها لقيتها ناعمه ما بتشققش، خلاص مظبوطه معايا. غطيتها بستريتش راب وسبتها تستريح في التلاجة حوالي نص ساعه. بعد كده جهزت معايا شوكولاتة مطبخ، استخدموا اي نوع تحبوه. انا كان عندي نوع دريم، ممكن تستخدموا سما، الانواع دي كويسة جدا ويعني اقتصادية شوية في السعر. انا استخدمت حوالي ربع بار من الشوكولاتة، يعني ما استخدمتوش كله لان الكمية اللي انا عاملاها يعني مناسب ليها حوالي ربع بار من الشوكولاتة او نص بار، يعني مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين اهو قطعتها بالسكينه لمكعبات صغيره، يعني قطع عشوائيه كده مش لازم منتظمه قوي، قطع عشوائيه صغيره خالص. او ممكن تستخدموا الشوكليت شيبس، بس احنا النهارده بقى عايزينه يكون شبه كوكيز العبد بالظبط، فهنستخدم قطع الشوكولاته. جهزت بقى الميزان بتاعي وهوزن قطعه العجين على الميزان. طبعا القطعة المناسبة هتكون حوالي 15 جرام بالظبط. انا عايزاها صغيرة كده زي الكوكيز بتاع العبد، لو عايزين تكبروها اكبر مفيش مشكلة، بس انا بحبها كده صغيرة بيكون شكلها حلو والوزن مظبوط. يعني هي بتزيد حاجة بسيطة كده في الفرن، يعني بتنفش كده شوية صغيرين، بيكون شكلها حلو.
اهو باخد كوره بوزنها على الميزان. لو انت مستعجله او ما عندكيش ميزان، يعني مستعجله على وزن العجينه والكلام ده كله، خلاص ممكن كده بالنظر انت تقدري يعني تفرقي او تحسي ان كل القطع قد بعض. اهو بكور العجينه وبضغط عليها ضغطه خفيفه قوي، مش ببططها، لا ضغطه خفيفه خالص عشان تكون هشه ومنتفخه كده من النص. وبحط فيها قطع الشوكولاته بطريقه عشوائيه، يعني بحط 3 أو 4 قطع بكل بساطه وبرصها في الصاج. طبعا الصاج مش مدهون ولا بنحتاج نفرش ورق زبده ولا اي حاجه، بنحطها كده زي ما هي. بس اهم حاجه نسيب فرق ما بين كل واحده والتانيه، يعني استخدمي صاج كبير عشان بس الكوكيز ما يلزقش في بعضه. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 من قبل ب10 دقائق، وبعد كده بدخلها الفرن على درجه الحراره 180، وبعد كده بوطي الفرن بس شويه صغيرين على 160 واسيبها تستوي. بتاخد في السوا حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه. ما تحاولوش تشغلوا الشوايه ولا تعلوا النار عن كده، هي بتستوي بسرعه جدا. و يعني ما بتاخدش اي وقت. هتعرفوا منين ان هي استوت؟ مجرد كده ما تحركوا واحده، ممكن تزقوها كده بسن المعلقه او السكينه، خلاص تعرفوا كده ان هي استوت بكل بساطه. طبعا انا هنا بوريكم ان انا بلمسها وهي لسه سخنه، بتكون الشوكولاته سايحه شويه او لسه طريه شويه، فلازم تسيبوا الشوكولاته ترجع تمسك تاني في الهواء او يعني تجمد يعني. اهو زي ما انا بوريه لكم، بصوا شكله حلو جدا. التشققات اللي فيه دي عامله شكل شيك قوي وشبه كوكيز العبد يا جماعه بالظبط. طعمه حلو وريحته حلوه، ويعني مش قادره اقول لكم كان خطير. طبعا كل ما هنستخدم جودة زبدة كويسة وكاكاو خام كويس هتطلع معانا النتيجة ممتازة. طبعا نقدر نستبدل الزبدة بسمنة مش بزيت، لان طبعا الزيت هينشفه شوية، فمش هينفع نستخدم زيت خالص، يا سمنة يا زبدة. اهو بصوا من جوه هش جدا ومرتفع ومقرمش، يعني عايزة اقول لكم جربوه في البيت هيعجبكم قوي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وهستنى رأيكم في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.